في فكرة بدأت معايا بسؤال بسيط جدا، بس بعد ما تعمقت في التفكير لقيت ان السؤال ده مش بسيط خالص. السؤال كان هو انا بفكر ولا حد بيفكر لي؟ ومش قصدي هنا عن مين بيقول لي اعمل ايه ولا مين بيوجهني بشكل مباشر. انا بتكلم عن شيء اهدى واذكى واخطر. بتكلم عن الافكار اللي بتيجي في دماغي وانا متاكد انها مش بتاعتي، من غير ما افتكر امتى دخلت اصلا، وليه مجموعه من البشر بتخاف من نفس الحاجات، وليه برضو نفس المجموعه دي بتغضب في نفس الوقت، وليه اللي كان مرفوض بقى مقبول، وبعدين بقى طبيعي، وبعدين بقى الدفاع عنه واجب اخلاقي. والسؤال الحقيقي هنا، امتى الانسان بطل يكون صاحب عقله؟ من اللحظه دي قعدت ادور على اجابات تقنعني من التاريخ والتجارب والمحاولات القديمه عن فهم وتشكيل الانسان. ما بقتش بدور على اجابه واحده. ومن هنا بدات الحكايه، حكايه فكره اسمها غسيل المخ. واللي يخوف مش الفكره نفسها، اللي يخوف انها اشتغلت واحنا ما كناش واخدين بالنا. قبل ظهور علم النفس وقبل أن يصبح العقل موضوعا للدراسة، كان الإنسان بالفعل يتأثر ويعاد تشكيله، ولكن من غير أن يملك لغة يصف بها ما يحدث. في المجتمعات القديمة لم يكن الفرد مركز الكون، الجماعة كانت هي الأساس، والبقاء كان مشروطا بالانتماء. الطفل ما كانش بيتعلم الأفكار، كان بيورثها، بيرث طريقة النظر للعالم، وبيرث الخوف، وبيرث المقدسات، ويرث ما يجوز وما لا يجوز. وهنا نقطة دقيقة جدا، العقل الإنساني لا يبدأ من الصفر، هو بيبحث عن نظام وعن قصة تشرح له من نحن ولماذا نحن هنا وكيف ينبغي أن نعيش. وحين توفر الجماعة هذا النظام فإن العقل يقبله ليس خضوعا بل استقرارا. الخطير هنا أن التشكيل ما كانش بيحتاج إلى قوة أو إلى غصب، كان بيحصل بالتكرار أو بالعادة أو بالمكافأة الاجتماعية أو بالخوف من النبذ أو بالخروج عن السائد. طيب واللي مش بيتشكل ما كانش بيتواجه دايما بالعقاب الجسدي، بل بنوع أهدى وأطول أثرا زي العزل والتشكيك ووصم المختلف. والإنسان بطبيعته الاجتماعية بيخشى فقدان الانتماء أكثر مما يخشى الألم. إذن احنا مش بنتكلم عن غسيل مخ بالمعنى الحديث، بل عن حقيقة بسيطة، إن الوعي الإنساني بيتشكل داخل بيئة قبل أن يملك الفرد القدرة على مساءلتها. وهذا التشكيل ما كانش شر مطلق ولا خير مطلق، كان ضرورة للبقاء وتنظيما للمجتمع وحفاظا على الاستمرارية. ولكن ما كان يحدث ببطء وبدون وعي منهجي سيتغير لاحقا حين قرر الإنسان أن لا يكتفي بالملاحظة، بل أن يدرس ويجرب ويقيس. حين دخل العقل لأول مرة المعمل. وهنا ننتقل من التشكيل العفوي إلى التشكيل المقصود. لا انا عايزك تشعبول لي العمليه شويه، يعني بسطت الامور شويه عشان انا مش عارف ايه الشبرقه في لحظة ما الإنسان ما اكتفاش إنه يلاحظ نفسه، قال لا أنا عايز أفهم، عايز أعرف ليه بنخاف وليه بنحب وليه بنكرر نفس السلوك حتى وإحنا عارفين إنه غلط. ومن هنا العقل خرج من نطاق الفلسفة ودخل مكان جديد تماما، المعمل. معمل بيحاول يفك الإنسان زي ما بتفك لعبة معقدة. السؤال اتغير، ما بقاش ليه بيعمل كده، وبقى إيه اللي بيخليه يعمل كده. فرق صغير في الصياغة بس فرق كبير في المعنى. في أواخر القرن ال19 وبداية القرن ال20 ظهر اتجاه علمي بيقول ببساطة خلينا نسيب النوايا ونمسك في اللي ظاهر. هنمسك في السلوك ورد الفعل والحركة والكلام. مش مهم الشخص ده حاسس بإيه، المهم بيعمل إيه، ولما نغير الظروف بيغير تصرفه ولا لا. وهنا ظهرت فكرة خطيرة، الإنسان ممكن يتفهم وممكن يتوقع وممكن يتوجه. التجارب بدأت بسيطة زي تجربة المثير والاستجابة اللي اتعملت على الفئران. نعمل صوت فيطلع سلوك فتحصل مكافأة، ونكرر نعمل صوت فيطلع سلوك فنعاقب فيمتنع. ومع الوقت بقى في قناعة علمية انك لو سيطرت على البيئة تقدر تأثر على العقل من غير ما تدخله مباشرة. وده كان تحول جذري لأول مرة. العقل ما بقاش لغز مقدس وبقى النظام له قواعد واحتمالات. طبعا العلماء وقتها ما كانوش بيدوروا على السيطرة، كانوا بيدوروا على الفهم. بس التاريخ بيعلمنا حاجة واحدة، كل معرفة بتتحول عاجلا أو آجلا إلى أداة. لو السلوك يمكن التنبؤ به يبقى يمكن توجيهه، ولو يمكن توجيهه يبقى السؤال مش هل، السؤال مين والمصلحة مين. من اللحظة دي العقل ما بقاش بس موضوع دراسة، وأصبح مورد قابل للاستثمار. لأن اللي حصل بعد كده ما كانش في المعامل بس، كان في السجون وفي الجيوش وفي الحروب وفي السياسة. وهنا نقرب من اللحظة اللي اتقال فيها لأول مرة
مصطلح غسيل المخ. مصطلح غسيل المخ ما طلعش من كتاب علم نفس ولا من معمل ولا حتى من فيلسوف قاعد بيتأمل. المصطلح ده طلع من الخوف. خوف دولة من فكرة أخطر من السلاح. في منتصف القرن العشرين العالم خارج من حرب عالمية وداخل على حرب تانية من نوع مختلف، حرب باردة رصاصها قليل وأفكارها نارية. في الوقت ده بدأت تظهر حكايات غريبة عن أسرى حرب رجعوا مش زي ما راحوا، ناس اتأثرت واتحبست وبعد فترة رجعت بتتكلم بشكل مختلف، بتدافع عن أفكار كانت رافضاها، أحيانا بتنتقد بلدها نفسها. السؤال اللي أرعب الكل كان إيه اللي حصل جوه دماغهم؟ الإجابة السهلة إنهم اتعذبوا أو اتكسروا أو اتضغط عليهم، بس المشكلة إن التفسير ده ما كانش كفاية، لأن في ناس اتعرضت لتعذيب وما اتغيرتش، وفي ناس ما كانش واضح إنها اتعذبت بالشكل ده وبرضه رجعت مختلفة. هنا الإعلام الأمريكي احتاج مصطلح يفسر ويطمن ويبرر، فطلع تعبير برين واشنج اللي هو غسيل المخ، كلمة قوية بتدي إحساس إن العقل اتفضى واتغسل واتملى من أول وجديد. بس علميا الموضوع ما كانش بالبساطة دي. علماء نفس كتير قالوا وقتها مفيش دليل إن العقل ممكن يمحى ويتكتب من الصفر. اللي كان بيحصل أقرب لضغط نفسي شديد وعزلة طويلة وإعادة تعريف للواقع وكسر تدريجي للهوية، مش غسيل قد ما هو إعادة تشكيل تحت ظروف قصوى. بس المصطلح نجح طبعا مش لأنه دقيق ولكنه مرعب وسهل وإعلامي، ومن اللحظة دي غسيل المخ بقى كلمة تستخدم لتخويف وتبرير وشيطنة الطرف الآخر. وهنا نقطة جدل مهمة، هل غسيل المخ كان حقيقة علمية ولا اختصار لغوي لظاهرة نفسية معقدة؟ السؤال ده مش هنجاوب عليه دلوقتي، لأن اللي جاي بعده هيخلي الصورة أعقد. لأن المفاجأة إن غسيل المخ مفضلش في السجون ولا في معسكرات الأسر، خرج وتمشى ودخل بيوتنا واحنا فاتحين له الباب. غسيل المخ لو كان معتمد بس على التعذيب كان زمانه انتهى مع أول صرخة وأول فضيحة وأول منظمة حقوق إنسان. بس اللي حصل إن الفكرة نفسها اتطورت واكتشفت حاجة عبقرية ومخيفة. العنف مش ضروري، الضغط النفسي ممكن يكون أهدى وأطول نفسا وأكثر فاعلية. بدل ما تكسر الإنسان خليه يوافق، بدل ما تعزله في زنزانة غرقه في معلومات، بدل ما تهدده خوفه غير ما يلمسه حد. وهنا غسيل المخ خرج من السجن ودخل مكان أوسع بكتير. في الحياة اليومية الإعلام ما بقاش مجرد ناقل للخبر، بقى صانع مزاج. الرسالة مش بس في اللي بيتقال ولكن في إيه اللي بيتكرر، إيه اللي بيتسكت عنه، وإمتى نغضب وإمتى نضحك وإمتى نخاف. العقل البشري ما بيحبش التناقض، فلما يسمع نفس الفكرة من كذا مصدر بيفترض إنها صح، مش لأنها صح، لأنها مألوفة. تكرار بيخلق ألفة، والألفة بتخلق قبول، والقبول مع الوقت بيتحول لقناعة. وده مش ضعف، دي طبيعة بشرية. ومش بس الإعلام، الإعلانات كمان دخلت على الخط. هي مش بتبيع منتج على قد ما إنها بتبيع إحساس، بتبيع هوية، بيبيع صورة عن نفسك لو اشتريت. ومع الوقت بقينا مش بنستهلك أفكار، بل بقينا بنعيش جواها. غسيل المخ الحديث ما بيطلبش منك تصدق حاجة غصب عنك، هو بس بيكرر ويبسط ويربط الفكرة بمشاعر ويستنى دماغك تكمل الباقي. ومن غير ما تحس بتلاقي نفسك بتدافع عن أفكار كنت شايفها غريبة من كام سنة، والأغرب إنك تحس إنك اخترت ده بكامل إرادتك. وده خلينا نقرب من سؤال ثعباني شوية بس لازم يتسأل، ليه ما بنحسش إننا مغسولي الدماغ؟ لو غسيل المخ بيشتغل فعلا يبقى السؤال المنطقي إزاي مش حاسين؟ ليه ما بصحاش فجأة وأقول استنى ده أنا هتلعب في دماغي؟ وده ببساطة لأن أكتر فكرة بيحميها العقل هي فكرة إنه حر. علم النفس بيسمي ده وهم الاستقلال، إن الإنسان محتاج يحس إن قراراته نابعة منه حتى لو كانت نتيجة تأثيرات خارجية. العقل عنده آلية دفاع ذكية، أي حاجة تهدد صورته عن نفسه بيرفضها تلقائي لأنه بيحمي هويته. خليك فاكر الإنسان مش بيختار أفكاره من فراغ، هو بيختار من مجموعة خيارات اتقدمت له بالفعل. زي واحد داخل سوبر ماركت فاكر نفسه حر، بس هو حر في الخيارات اللي اتحطت قدامه. وهنا بيجي العامل النفسي الأخطر، الألفة. الفكرة المألوفة بتحسها آمنة حتى لو هي غلط، والفكرة الغريبة بتحسها تهديد حتى لو كانت صح، لأن العقل بيربط بين متعود عليها وصحيحة. ومع الوقت بتتكون حاجة اسمها التحيز التأكيدي، إنك تدور على اللي يوافقك وتطنش أي حاجة تعارضك، مش لأنك عايز الحقيقة ولكن لأن الحقيقة أحيانا بتوجع. وهنا هنلمس حتة فلسفية مهمة ألا وهي وهم الحرية الكاملة.
مش بمعنى ان الانسان مسير، ولكن بمعنى ان اختياراته دايما مشروطة بالبيئة، باللغة، بالتجربة، وباللي اتزرع فيه من صغره. علشان كده غسيل المخ الحديث بيشتغل مع نقاط ضعفك الطبيعية: حبك للانتماء، كرهك للعزلة، خوفك من الشك، واحتياجك ليقين بسيط في عالم معقد. وده يقودنا لسؤال مهم: هل المشكلة في اللي بيوجه، ولا في عقل بيحب الراحة أكتر من الحقيقة؟ هل غسيل المخ شر مطلق، ولا أداة حسب مين بيستخدمها؟ أول ما تسمع مصطلح غسيل المخ دماغك بتروح تلقائي للشر والتلاعب وللقهر، وده طبيعي لأن المصطلح اتشحن تاريخيا بالخوف. بس لو وقفنا دقيقة وسألنا نفسنا بصدق، هنكتشف إن السؤال الحقيقي مش هيكون هل في غسيل مخ، وهيكون السؤال الأدق: إمتى التوجيه يبقى حماية وإمتى يبقى استغلال؟ خلينا نبدأ من حاجة بسيطة: التربية. أي طفل بيتربى بيتقال له ده صح وده غلط وده عيب وده خطر. هل ده غسيل مخ، ولا ده إعداد للحياة؟ نفس الكلام على التعليم. أنت بتتعلم تاريخ من زاوية معينة، وقيم من إطار معين، ولغة بتشكل طريقة تفكيرك. مفيش تعليم محايد بنسبة 100%، ومفيش عقل بيتكون من غير توجيه. وهنا الخط الفاصل مش في وجود التوجيه، ولكن في درجة الوعي والاختيار. التوجيه الضروري دايما واضح وقابل للنقاش وله هدف معلن، أما التلاعب الخبيث فهو خفي وأحادي الاتجاه، بيستخدم الخوف أو الإغراء وبيمنع عنك بدايل، بيشيطن أي رأي مخالف وبيخلق لك عالم واحد ما تعرفش غيره. وساعتها مش بس رأيك اللي بتشكل، هويتك نفسها بتتحاصر. وهنا بتظهر مشكلة أخلاقية: هل من حق أي جهة تشكل وعي أي إنسان من غير علمه؟ وهل الوعي أصلا قابل للحماية المطلقة؟ المؤكد إن الإنسان محتاج توجيه ومحتاج حرية، وفي المسافة اللي بينهم بيحصل اللعب. ويبقى السؤال الأخير: هل نقدر نفلت؟ علشان أكون صريح معاك، مفيش إنسان خارج التأثير. أي حد يقولك أنا مستقل تماما، يا إما هو مش فاهم يا إما بيضحك على نفسه. احنا بنتأثر باللي اتربينا عليه، وباللغة اللي بنفكر بيها، وبالظروف اللي شكلتنا، وبالزمن اللي عايشين فيه. الوعي مش زرار بندوس عليه فنفلت. الوعي أقرب لكشاف بينور جزء ويسيب جزء في الضلمة. وعشان كده أقصى حاجة نقدر نوصل لها هي الوعي النسبي: إنك تشك قبل ما تبلع الطعم، توقف لحظة قبل ما تنفعل، وتسأل ليه الفكرة دي ظهرت دلوقتي، ومين مستفيد إني أصدقها. وده ما بيمنعش التأثر، بس بيقلل حدته. علم النفس بيقول إن مجرد إدراك التحيز ما بيلغيش التحيز، لكن بيخلي الإنسان أقل اندفاعا. والفلسفة هنا بتضيف نقطة مهمة أوي: الحرية مش إنك تختار من غير قيود، بل إنك تكون واعي بالقيود وإنت بتختار. وده فرق كبير، لأن غسيل المخ الحقيقي مش إن حد يحط فكرة في دماغك. غسيل المخ أصلا إنك تبطل تسأل، إنك تستبدل الفضول بالراحة والسؤال باليقين السهل. وعشان كده لازم شوية مقاومة، والمقاومة إنك تحافظ على مساحة شك جوه دماغك حتى وإنت مقتنع. في بداية الحلقة كان السؤال بسيط وبريء: هل الإنسان حر في أفكاره؟ بعد الرحلة دي كلها السؤال مبقاش سهل، وبقى بيحتاج شجاعة علشان يتسأل. الحقيقة إن غسيل المخ نادرا ما بيجي بعنف، نادرا ما يأتي على هيئة صراخ. هو بيجي بهدوء في صورة عادة وتكرار وألفة وإحساس كاذب بالاختيار. العقل البشري زي السمكة، آخر حاجة تتخيلها إنها بتفكر في المية اللي هي عايشة فيها. ويمكن ده أخطر ما في الحكاية، مش إن في تأثير، ولكن إن التأثير يبقى غير مرئي ومطمئن ومقنع. إحنا مش مطالبين نشك في كل فكرة، ولا نعيش في حالة عداء مع العالم، ولكن يمكن المطلوب أبسط وأصعب في نفس الوقت: إننا نفتكر دايما إن مش كل فكرة جت في دماغنا لازم تكون بتاعتنا، وإن الراحة الفكرية ساعات كتير بتكون أمتع من الحقيقة. بس الحقيقة تظل حقيقة حتى لو كانت مزعجة. سلام.